تعالوا النهاردة نتكلم عن الباك ستيتش. الباك ستيتش هي تاني غرزة من غرز التطريز، وتعتبر واحدة من أهم الغرز في التطريز. اسمها بالعربي هي غرزة الفرع، وبتستخدم أكتر حاجة عشان نعمل فروع أوراق الشجر أو فروع الزهور أو النباتات في أي شغل تطريز. زي ما قلنا قبل كده، الغرزة هي انتقال الإبرة من نقطة لنقطة، والباك ستيتش اسمها باك ستيتش عشان احنا بنتحرك من نقطة A لنقطة B لنقطة C وبنرجع تاني لنقطة B، عشان كده اسمها باك ستيتش. خليني اوريكم ازاي بنشتغلها. وزي ما عملنا في الرانينج ستيتش، انا رسمت دلوقتي خط مستقيم طوله 5 سنتي، وقسمت كل سنتي لنص سنتي. هبدأ من الشمال زي ما عملت في الرانينج ستيتش. دي اول غرزة بالظبط شبه الرانينج ستيتش، وادخل وبعد احنا كده دخلنا من نقطة A لنقطة B لنقطة C. دلوقتي انا في نقطة C، لو انا هعمل رانينج ستيتش زي دي هتحرك ناحية اليمين في الباك ستيتش، ولانها اسمها باك ستيتش انا هرجع لورا. فانا كده اتحركت من A ل B ل C ل B تاني. دلوقتي بعد ما انا قفلت الغرزتين دول جنب بعض، انا بدل ما هطلع جنب الغرزة اللي خلصت، انا هسيب مسافة واطلع في النص سنتي اللي بعده، وهفضل اعمل كده ان انا برجع لورا. بدل ما هكون بمشي لليمين هكون برجع غرزة لورا. طيب لو احنا بصينا هنا هنلاقي ان في جزء هنا في التطريز بتاعي مش مظبوط. يمكن البداية مظبوطة بس الحتة دي مش مظبوطة، لان مش كل الغرز راجعة في نفس المكان بتاع الغرزة اللي قبليها بشكل مظبوط. طيب انا دلوقتي بعد ما خلصت التطريز عايزة اربط الخيط بتاعي من ورا. قلبت الطارة وهدخل بالإبرة في الخيط، انا مش بدخل في القماش. اسحب الإبرة وارجع من الخيط تاني، واكرر ده مرة كمان. يا ترى ايه الغرزة اللي هنتكلم عنها في الريل الجاي؟